لم أعتبركم يوما مجرد متابعين، أنتم عائلتي وأكثر. كل لحظة نقضيها معا تعزز من روابطنا وتقربنا أكثر. تحية لكم من أعماق قلبي لكل فرد. أقول لكم بقى على شوية معلومات من تيتا. الخضار كله بيعرف يشتري خضار يا جماعة، وكل السوق هو اللي بيدي السعر. واحنا معانا الخيار مسكناه غسلناه ونشفناه وعبيناه في كيس، يفضل معاكي بقى اسبوع ما يجراش له حاجه في التلاجة. مسكت البلح اهوت اللي هعينه وكيسته في اكياس كده وهحطه، وتيجي تطلعيه بعد شويه بقى تلاقيه مرطب زي ما يكون شاريه رطب. ده بقى خليته في الطبق كده ناكل منه نقرقش منه كده واحنا قاعدين في التلاجة. هنعين جوافه في التلاجة لازم تتعان يا جماعه في كيس وتتقفل عليه، بتعمل ريحه للتلاجة. بقطع الجوافه في الكيس وببططها في رافيق وخليها عشان بتبقى جامده جدا لو انت حطيتها مكبوسه، تفردها دايما. الكنتالوب برضو حطيته الشمام بتاعي دوت، طلع مش مسكر قوي، بس ايه برضو لازم تحطيه في حاجه وتغطيه عشان الحاجات دي كلها بتعمل ريحه في التلاجة. يعني ده بيعمل ريحه في التلاجة وجوافه بتعمل ريحه في التلاجة. ويا رب يا رب افيدكم باي معلومات من عند تيتا. الجرجير ممكن تغسليه برضو وتسيبيه ينشف وتحطيه في كيس يفضل معاكي برضو فتره موجود كويس. الملوخيه نفس الحكايه. البتنجان بتاعنا الجميل اللي مطبوخ سعره كان ب 15 جنيه، شوفوا تنقي البتنجانه السودا كده وبتلمع وتحطي ايدك عليها تلاقيها طريه، لان الشتا جاي بقى هتلاقي البتنجان ده ينشف ويحجر كده. شايفين؟ واتفرجوا على الفيديو، هو سهل وبسيط ومفيش اي مشاكل كتير. وبشكركم جميعا وبحبكم في الله، وما تنسوش تعملوا لايك وجدعانوا في القناه شويه يا جماعه. شدوا حيلكم شويه، شدوا حيلكم شويه يا حبايبي. الجوافه قلت لكم معلومه عن الجوافه برضه لسه. لما تيجي تشتري جوافه اشتري الجوافه المضلعه. لو انت هتعينيها في الثلاجه هاتيها المضلعه دي بقى ما بتجيبيها للعيال في الفريزر، على فكره بتبقى مسكره وفي نفس الوقت وكبيره، في نفس الوقت بتبقى كلها لحم. لما تنقيها كبيره، شايفين دي واحده مثلا كبيره، شايفين لحمها. وخلوا بالكم وانتوا بتنقوا الجوافه تدوري كده فيها على اساس ان انت لو لقيتي فيها اي خرم ولا اي حاجه ما تجيبهاش. ليه؟ لانها دلوقتي في ايام دي بتبقى فيها خرام كده ولا حاجه، بتبقى مدوده يا جماعه. الجوافه بتدود. السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين؟ ان شاء الله تكونوا بخير في احسن صحه وحال، ويرزقكم من رزقكم ويبارك فيكم. انا النهارده بقى عندي فيديو مشتريات يا تيتا يا جماعه. اتبرعت وراحت السوق خربتها وجت. راحت السوق، السواقه اتصرفت 650 جنيه وما جابتش منهم لا فرخه ولا كيلو سمك ولا حته لحمه. تيتا دي من ايام ما كانت بتجيب الكيلو اللحمه ب5 جنيه. خلوا بالكم في الحته دي. تعالوا نشوف احنا جبنا النهارده ايه مع بعض. الكيلو الفلفل، جبت فلفل مشكل كده بايه؟ ب 20 جنيه. الجوافه الكيلو ب 12 ونص. جبت بقى 7 كيلو، قلت اعينهم بقى في الفريزر للعصير. جبت بلح رطب للاكل كده، جبت كيلو ونص. جبت شعريه، كيلو شعريه، جبت كيس شعريه ده ب 20 جنيه. الخيار جبناه ب 10 بس بالصلاه على النبي حلو، لان الخيار في السوق فيه لحد 20 جنيه. اللي ما اعرفش، في ناس بتبيع كده وناس بتبيع كده. وجبت بقى، شفتوا ايه رايكم في البلح الزغلول الجميل ده؟ ده مش بلح زغلول، ده فلفل الاحمر. ما لقيتش فلفل الرومي الاحمر، وعايزه اخلي لكم الليمون بتاع تيتا المكبس. بس ايه، قمت جايبه ده، قعدت انقي واحده بواحده. ومش عارفه جبت ده شمام، ما اعرفش هيطلع حلو ولا مش حلو. وجبت بتنجان رومي. شوف ست ما بتروح السوق بتجيب حاجات كتير كده وبتصرف فلوس كتير. جبت ربطتين الجرجير يا جماعه، ربطتين الجرجير الجميل ده ب5 جنيه اثنين. وجبت ملوخيه كده 5 ربط حلوين كده ب5 جنيه. شوفوا بقى الدول اللي رخاص في السوق كله. جبت بقى بقيه المشتريات بتاعتي ايه؟ كيلو بطاطس ب25 جنيه. جبت ليمون 5 كيلو نخلله مع بعض بقى، وتيتا تعمل لكم الليمون المكبس بتاعها وياكم عشان الضيوف الجداد يشوفوا طريقه تيتا في الليمون. جبت بصل، لقيت البصل ب 20 جنيه الابيض والاحمر ب15. قلت ماله الاحمر ده زي الفل اهو، نقيت منه. جبت ب 100 جنيه 7 كيلو ب 105. وجبت 2 كيلو بطاطا، هعمل لكم برده بطاطا بطريقه حلوه قوي. وجبت سميد بسبوسه، قلت نعمل بقى فيديو الترند ده جربه، بس هقول لكم الحقيقه طلع يا جماعه مش حلو، مش هقول علني ما هوش حلو. وهنعمل ايه بقى؟ وكل دي المشتريات بتاعتي والله يا جماعه ب 650 جنيه. حاجات كده مانيش عارفه، وما جبناش ولا اي حاجه تطبخ في البيت ولا جالوا خضار. الواحد كان بيروح السوق ب5 جنيه يجيب لحمه منها يا جماعه. يلا الحمد لله والشكر لله. حاج بقول لكم الحمد لله، وكان معايا ومتعصب على الاخر. من زمان قوي ما رحتش السوق وجايه متضايقه قوي. شكرا لكم جميعا. تعالى اقول لك على اخر معلومه في الفيديو. الليمون هو كمان تجيبيه الايام دي ب 10 جنيه. الليمون ب 10 جنيه على فكره، ما قلتلكوش على الليمون ب 10 جنيه. الليمون ب 10 جنيه. هتروحي معبيه برده لو عايزه تعملي في الفريزر، تروحي معبيه كيس كده اهو، وتيجي تغسلي فراخ، تغسلي اي حاجه عايزاها ليمون، تطلعي على 5 دقائق بيقوم فاكك ويجيب لك ميه زي العسل. وجميل جدا الطريقه بتاعت اللي بتعمل ليمون سليم دي.